بص انا عايزك تركز معايا في احداث الجزء الاول والتاني والتالت قبل ما يبدا الجزء الرابع، وكمل معايا الفيديو للنهايه علشان في الاخر هقولك على كل التفاصيل اللي تخص الجزء الرابع. وساعدونا نوصل الحلقه دي ل 3000 لايك. ومن غير كلام كتير يلا نبدا. بيبدا الفيلم مع توم مهندس مسؤول عن جمع وتخزين متعلقات الفضائيين وجمع المواد الغريبه، وبيكون توم مسؤول عن فريق كامل تحت ادارته مهمته اعاده اعمار المدينه اللي اتدمرت بعد ما الفضائيين هجموا عليها، وقدر فريق المنتقمون او الافنجرز انهم يحموا العالم منهم ويدمروهم، لحد ما بتتدخل هيئه السيطره على الاضرار واللي صاحبها هو توني ستارك واحد من الافنجرز، وبتاخد العمليه كلها من تحت اداره توم، وبيكونوا السبب في خساره توم شغله وفريقه، وبيفلس لانه بيكون حاطط امل كبير على العمليه دي، وبيرجع لمخزنه القديم تاني وبيلاقي هو وفريقه ان لسه عندهم حموله خاصه بالمواد الغريبه المتعلقه بالفضائيين، فبيقرر توم انه يحتفظ بيها لانه ممكن يستخدمها بعدين. وبيعدي 8 سنين وبيكون توم من ضمن المجرمين اللي بيسرقوا المواد الغريبه واي حاجه خاصه بالاسلحه وتطويرها، لانه بقى بيشتغل في تصنيع الاسلحه والاجهزه المتطوره. وبعدها بنروح لبيتر باركر واللي معروف باسم سبايدر مان دلوقتي او الرجل العنكبوت، وبيكون راجع بيته بعد ما خلص مهمه مع توني ستارك واللي معروف باسم الرجل الحديدي او ايرون مان، وبيكون ستارك مسلمه بدله متطوره جدا علشان يستخدمها، وبيكون بيتر مستني اي اخبار عن المهمه الجديده لانه حابب انه يدافع عن العالم ويشتغل مع ايرون مان. لكن بيعدي شهرين بدون اي اخبار عن ستارك، وبيرجع بيتر لحياته الطبيعيه وبيكون مبسوط جدا انه بطل خارق، وبيبدا انه يتنازل عن اي انشطه موجوده عنده في المدرسه عشان لو ستارك احتاجه في اي وقت يكون متاح، وبيستنى بفارغ الصبر ان المدرسه تخلص عشان يلبس بدلته ويبدا انه يحمي مدينته، ولكن ما بيبقاش فيه اي حاجه خطيره زي ما بيتمنى. وبيكلم هابي مساعد ستارك علشان يقول له على تحركاته، وبيساله لو كان في اي مهمه ليه قريبه، لكن هابي كالعاده ما بيردش عليه لانه ما بيحبش الزن. واخيرا بيتر بيلاقي في عمليه سرقه قدامه من عصابه بتسرق ماكينات سحب الفلوس، وبيستخدموا اسلحه توم في العمليه دي، وبعد ما بيتر بيضربهم بيلاقي ان الاسلحه قويه جدا، لكن قبل ما يقبض عليهم واحد من العصابه بيستخدم سلاح ضده، وبيقدروا انهم يهربوا من المكان قبل ما يتقبض عليهم. وبيبلغ هابي باللي شافه، لكن هابي ما بيهتمش بكلامه وبيقول له انه عنده مهمه اهم من كلامه، وهي نقل مقر الافنجرز من مكانه لمنشاه جديده ومش فاضل كلامه دلوقتي، وبيقفل معاه المكالمه. وبيروح بيتر بيته وبيدخل من الشباك علشان عمته ما تاخدش بالها منه، وبيروح يقفل باب اوضته قبل ما تشوفه، وبيلف وبيلاقي ان صاحبه ند قاعد وراه لانه جاي علشان يلعب معاه، وبيكون اتفضح قدامه واتكشف سره لان من ساعتها وما كانش حد يعرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان. وبيقول له بيتر انه هيحكي له كل حاجه تاني يوم، وبيستناه ند في المدرسه تاني يوم وبيفضل يساله عن كل حاجه في قوته، وبيعرف ان مهاراته وقوته بسبب لدغه عنكبوت، وستارك اداله بدله متطوره جدا بيستخدمها في محاربه الجريمه. وبيكون بيتر معجب ببنت اسمها ليز اللي من اشد المعجبين لسبايدر مان، فبيقول لها ند ان بيتر يعرف سبايدر مان وقابله قبل كده، فبيحاول بيتر انه يعتم على الموضوع وبيقول لهم انه مش صديقه، فبيتدخل زميله فلاش اللي بيحب يرخم عليه وبيقول له ان ليز عامله بالليل حفله في بيتها، فممكن هو يجي ويعزم سبايدر مان وساعتها ممكن يصدقوا كذبه. وبيقرر بيتر انه يروح الحفله مع ند، وبيقابله هناك زميلتهم ام جي اللي مش طايقه المدرسه ولا الحفله ومع ذلك موجوده لانها مش عايزه تزعل ليز منها. وبيكون بيتر بيجهز نفسه على سطح البيت علشان يظهر كسبايدر مان، لكنه بيشوف انفجار من بعيد فبيتحرك على مكان الانفجار، وبيبقى في ناس بتبيع اسلحه متطوره جدا وبيجربوها الاول، فبيحاول انه يقبض عليهم لكن بيتضرب بسلاح قوي جدا بيحدفه لاخر الدنيا، وبتهرب العربيه لكنه بيفضل وراها، وبيحاول واحد فيهم انه يضرب بيتر بالسلاح اللي معاه لكنه بيغلط بسبب قوه ارتداد السلاح، وساعتها بيقع من ايده في الشارع. وبيتصل السواق بتوم علشان يبلغه ان سبايدر مان بيطاردهم، وقبل ما بيتر يهجم على العربيه بيكون توم وصل له وبيسحبه من رجله وبيطير بيه بفضل الآلة اللي هو لابسها علشان هي بجناحات وقادر انه يطير بيها، وبيطلع بيه في السماء لحد ما بدله بيتر بتطلق باراشوت تلقائي لانه عدى ارتفاع معين، وبيقدر انه يفلت من ايد توم لكنه بيقع في الباراشوت بتاعه وبينزل في الميه وما بيقدرش انه يطلع لحد ما بيجي ايرون مان وبينقذه بنفسه من الموت، وبيساله عن اللي حصل وبيحكي له بيتر كل اللي حصل، فبيفهمه ستارك انه لو واجه اي خطر يتصل بهابي ويبلغه وهو هيتصرف، غير كده يبعد عن اي مشاكل كبيره ممكن تقضي عليه. وبيشكره بيتر انه جاله بنفسه ويساعده، فبيقول له
ايرون مان انه ما جاش اصلا، وان بدلته الحديديه مزوده بحساس خطر وبتتصرف على اساسه، وان هو اصلا في الهند وبيكلمه من هناك، وده من خلال البدله. وبتسيبه البدله وبترجع لمقرها تاني، واثناء رجوع بيتر لبيته بيلاقي السلاح اللي وقع من العربيه قدامه، فبياخده معاه وبيروح. وبيكون توم وصل المخبأ بتاعه وبيلاقي الشخص اللي كان السبب في انهم يتكشفوا، لانه مش مهتم بسلامه المكان ولا سريته، فبيرفدوا توم من المكان. بس الشخص ده بيهدده انه لو مشي هيروح لبيته ويفضحه عند مراته انه شغال في الاسلحه، فبيمسك توم سلاح من جنبه وبيضرب بيه على الشخص ده وبيحوله لرماد في ثواني، وبيبلغ شوكر اللي شغال عنده انه يروح يدور على السلاح اللي ضاع منهم. وبيكون بيتر بيحاول يفهم سبب قوه السلاح اللي لقاه، وبيفهم ان باقي مواد الفضائيين في حد بيستخدمها في الاسلحه علشان يخليها اقوى من كده. واثناء ما بيتر وند في المدرسه بيشوف بيتر 2 رجاله منهم اللي كان سايق العربيه اثناء المطارده امبارح، فبيفهم انهم وصلوا للمدرسه لان معاهم جهاز بيكشف مستوى الاشعاع الموجود في المنطقه، لانهم بيدوروا على حجر الفضائيين اللي موجود مع بيتر اللي موجود جوه السلاح. فبيقرب له بيتر وبيقدر انه يزرع جهاز تعقب على هدوم الشخص ده، وبيفضل هو وند مستنيين ان جهاز التعقب يستقر في مكان محدد، لكن الجهاز بيستقر بعيد عن المدينه اللي هم فيها. وبيفكر ازاي هيقدر يخرج من المدينه بموافقه عمته ومن غير ما هابي او ستارك يعرف انه لسه بيطارد الاشرار، فبيقرر انه ينضم للمسابقه المعموله في مدينه تانية، وبكده يكون عنده عذر لعمته والهابي بمغادرته للمدينه. وبيفضل هو وند يحاولوا انهم يعطلوا جهاز التعقب الموجود في بدلته علشان ستارك ما يعرفش مكانه، لكن ند بيكتشف له ان في مميزات كتير في البدله غير مفعله بامر من ستارك، وساعتها بينجح ند انه يخترق البدله، وبيخلي بيتر ليه كامل التحكم في البدله وقادر يستفيد من كل مميزاتها. وبيتحرك بعد كده سبايدر مان على مكان العصابه وبيفضل واقف سامعهم، وبيعرف انهم بيستعدوا لعمليه سرقه جديده، وبيلاقي ان في عربيات تبع هيئه السيطره على الاضرار قربت من المكان وبيكون فيها مواد فضائيه. وبيظهر توم بالآلة بتاعته فوق العربيات وبيرمي جهاز بيخليه يخترق سقف الصندوق اللي على العربية علشان يدخل جواها ويسرق اللي هو عايزه. وبمجرد ما بيخرج توم من العربية بيشد بيتر منه الشنطة، وبيحاول بيتر انه ياخدها منه، لكن الشنطة بتتقطع وبيقع بيتر جوه العربية، وبيجي يخرج منها وبيكون توم لغى تفعيل الجهاز اللي فتح السقف، فبيتر بيتحبس جوه العربية ومش بيعرف يخرج منها لحد ما بتركن في مكان مجهول. وبيخرج بيتر من الصندوق اللي هو فيه وبيلاقي نفسه في اشد الاماكن حراسة في العالم، وهي هيئة السيطرة على الأضرار، ومش هيقدر يخرج منها إلا لو الباب الرئيسي اتفتح بنفسه، وده اللي هيحصل الصبح. فبيضطر إنه يبات في الهيئة وبيتعلم أغلب إمكانيات البدلة الجديدة، وبعد ما بيزهق من القعدة بيدور على أي حاجة في الصندوق اللي هو كان موجود فيه لما توم حبسه فيه، فبيلاقي إن توم كان عايز يسرق حجر شبه اللي مع ند في السلاح، فبتقول له البدلة إن اللي في إيده هو نواة طاقة متفجرة ولازم لها إشعاع علشان تنفجر. فبيقرر إنه يحاول يخترق أمن البوابة، وبيفضل طول الليل يجرب لحد ما بينجح إنه يفتح البوابة، وبيجري على المكان اللي فيه ند علشان يقول له يسيب الحجر اللي معاه لانه ممكن ينفجر في اي لحظه، لكن ند ساعتها بيكون معدي من خلال بوابه امنيه، فبيحط الشنطه بتاعته في جهاز الكشف، ولما بيعدي تحت الاشعه بتكون النواه اتحولت لقنبله. وبعد ما بيركب ند الاسانسير مع باقي اصحابه علشان يطلعوا قمه النصب التذكاري، بيطلع اشعاع قوي من النواه اللي موجوده في الشنطه وبيدمر الاسانسير اللي هم فيه، وبيكون قدامهم مده بسيطه على ما الاسانسير يقع ويموت كل اللي فيه. وبيطلع سبايدر مان قمه النصب التذكاري وبيوصل للشباك اللي هيدخل منه، وبيلاقي ان الازاز سميك ومضاد للرصاص ومحتاج خبطه قويه علشان يتكسر، وساعتها بيلاقي ان في طياره هليكوبتر بتأمره انه ما يتحركش من مكانه، فبيضطر انه ينط من فوقيها ويستخدمها علشان يكسر الازاز اللي قدامه، وبيدخل منه وبيقدر انه يلحق الاسانسير على اخر لحظه قبل ما يقع ويتدمر، وبيتم اذاعه الخبر في الاخبار وبيبقى مشهور اكتر انه انقذ طلاب من الموت. وبيكون توم عاوز ينتقم منه لانه بيبوظ عليه اخر عمليات سرقته، وده هيعمل له مشاكل لانه عنده طلبيات اسلحه كتير لازم تتسلم ومحتاج فيها النواة اللي بيسرقها من الهيئة، وبيقرر انه لازم يقتل سبايدر مان علشان يستمر في شغله ويسلم طلبياته في ميعادها. وبيجي تاني يوم وبيكون بيتر مصمم انه يسيب المدرسة بتاعته علشان يطارد العصابة، بس المدير بيسمعه وبيقرر انه يعاقبه بالحجز بعد المدرسة. وبعدها بيرجع تاني يوم بيتر وبيلبس بدلته وبيطلب منها تساعده يوصل للعصابة، فبتقول له البدلة انها بتسجل كل حاجة هو بيشوفها بعينه وممكن تعيد قدامه اي لقطة هو عايزها، فبيطلب منها تعيد قدامه لقطة العصابة وهي بتبيع اسلحتها تحت الكوبري، وبينجح انه يحدد هوية الشخص اللي كان هيشتري السلاح منهم، وبيجيب عنوانه وبيتحرك عليه.
وبيساله على اي معلومات خاصه بالعصابه او بالراجل المجنح. فبيقول له الراجل ده انه ما يعرفوش ولا يعرف شكله، لكن اللي يعرفه ان اسلحتهم خطيره ومدمره، وانه ما يحبش ان الاسلحه دي تنتشر في المدينه، وان المجنح عنده صفقه اسلحه على عباره الساعه 11. فبيتحرك سبايدر مان عليها فورا، وبيشوف شوكر قدامه ومعاه توم اللي هو لسه ما يعرفش انه الراجل المجنح، وبيفضل مراقبهم من بعيد وبيخرج جهاز من بدلته وبيبعته لتوم علشان يفضل يراقبه. وبيروح ورا شوكر وبيلاقي ان شوكر بيسلم مفتاح عربيه مليانه اسلحه لتاجر تاني، فبيتدخل وبياخد المفتاح منهم وبيضربهم. وساعتها بنلاقي ان الاف بي اي بيكونوا موجودين علشان يقبضوا على المجرمين اللي على العباره اثناء التبادل. وبيكون توم بيراقب اللي بيحصل من بعيد، ومحضر البدله المجنحه بتاعته في عربيه من عربيات العباره، وبيلبس البدله بتاعته وبيبقى سبايدر مان شايفه وهو بيلبسها وبيكون عارف هويته. وبيبدا توم يهجم عليهم وعلى سبايدر مان مخصوص لانه عاوز يقتله. وبيفضل توم يضرب على بيتر بالسلاح اللي معاه لحد ما بيتر بياخده منه وبيرميه على العباره. وساعتها السلاح بيفضل يضرب لوحده وبيحاول بيتر انه يحتويه، لكن طاقه السلاح بتكون كبيره جدا لدرجه انها بتقسم العباره لنصين. وبيحاول بيتر انه ينقذ الموقف وبيهرب توم وشوكر من المكان. وبيقدر بيتر انه يستهدف نقاط القوه الموجوده في العباره وبيرمي عليها شباكه علشان يخليها متماسكه مؤقتا لحد ما العباره توصل للمينا وكل الركاب اللي عليها ينزلوا بامان. لكن بسبب قوه الميه اللي دخلت في العباره بتفشل خطته انه يسيطر على انقسامها، وبيحاول محاوله فاشله انه يلحق العباره بنفسه لحد ما بيتدخل ايرون مان وبيقدر انه يعيد لزق العباره مؤقتا. وبيتم اخلاء العباره من الركاب وبيسالوا بيتر لو كان ممكن يساعده في اي حاجه، فبيقول له ستارك انه كفايه اللي عمله الفتره اللي فاتت، وبيبان من صوته انه متضايق منه ومن طريقه بيتر مؤخرا. وبيكون توم في المخبأ بتاعه وبيفكر هيعمل ايه، وبيلجأ للمساعد بتاعه وبيطلب منه انه يخلص شغل على حاجه اسمها الختم الهوائي علشان يرجعوا اقوى من الاول. وبيكون بيتر قاعد متضايق بسبب فشله، وبيجي له ايرون مان وبيقول له انه كان ممكن يبقى سبب في موت حد. فبيقول له بيتر انه حاول يشرح له ويفهمه ان في اسلحه خطيره بتتباع في المدينه، لكنه رفض يسمعه وما اهتمش بيه، ولو كان مهتم بيه فعلا هيبقى موجود قدامه وما كانش هيبعت البدله بتاعته. لكن بيتر بيتفاجئ ان جيب نفسه علشان يساعده، وان هو اللي اتصل بمكتب الاف بي اي علشان يقبضوا على العصابه اثناء عمليه التبادل، وكان الموضوع هينجح لولا تدخل بيتر، ولو في حد مات كان هو اللي هيتحمل ذنبه باقي حياته. علشان كده لازم ياخد منه البدله لانها سبب في فرط حماسه اللي كان هيوقعه في مشاكل، وانه لو فاكر نفسه ولا حاجه من غير البدله يبقى البدله ملهاش لازمه لانه هيبقى فعلا ولا حاجه في الحالتين. وبياخد منه البدله وبيرجع بيتر بيته، وبتكون عمته مرعوبه عليه لانها بتتصل بيه طول اليوم وما بيردش عليها، وبيطمنها انه كويس. وبيرجع تاني بيتر طالب جامعي في مدرسته وما بيهتمش باي حاجه خاصه بالرجل المجنح زي ما بالظبط ستارك قال له. وبيقابل ليز وبيعتذر لها انه اختفى عن المسابقه اللي كانوا كلهم فيها، وان ما كانش عايز يعمل كده معاها خصوصا ان هو معجب بيها. وبيعرض عليها انها تيجي معاه الحفله اللي المدرسه عاملاها، وبتوافق ليز انها تبقى رفيقته في الحفله دي. وبيجهز بيتر نفسه للحفله وبيلبس البدله بتاعته، وبيتحرك على بيت ليز يوم الحفله علشان ياخدها ويروحوا. وبيلاقي ان توم هو اللي بيفتح له باب البيت، وبيكتشف ان توم يبقى ابو ليز، وبيكون مصدوم ومش عارف يتكلم. وبيصر توم ان هو اللي ياخدهم للحفله، وبيسال بيتر عن اللي ناوي يعمله بعد المدرسه ما تخلص. فليز بتقول له ان بيتر مش محتاج يقلق لانه عنده منحه من ستارك، ده غير انه يعرف سبايدر مان وتعامل معاه كتير قبل كده. وبيساله توم لو شافه في مكان قبل كده او اتكلم معاه لان هو سمع الصوت ده قبل كده وحاسس ان صوته مميز. فبتقول له ليز ان هو جه الحفله بتاعتها لكنه اختفى فجاه، وكان معاها في المسابقه الوطنيه لكنه اختفى برضه. وساعتها بيفهم توم ان بيتر هو سبايدر مان. واول ما بيوصلوا المدرسه بيقول توم لبنته تنزل من العربيه لانه عاوز ينصح بيتر نصايح ابويه. وبيقول لبيتر انه انقذ بنته من الموت في الاسانسير قبل كده، علشان كده هو مديون له وبيسمح له بفرصه تانية هيقتله فيها، وانه ينسى كل اللي حصل بينهم. والاهم من كده انه ما يتدخلش تاني في شغله والا هيموته، لانه هيعمل اي حاجه علشان ينقذ عيلته. وبيسيبه ينزل من العربيه، وبيدخل بيتر الحفله وهو بيفكر في كلام توم، وبيقرر انه يسيب الحفله ويطارد توم علشان يمنعه من اللي هو ناوي يعمله. وبيجيب البدله البدائيه بتاعته القديمه من تحت الخزنه في المدرسه، وبيخرج من الباب الخلفي لكن شوكر بيكون مستنيه وبيضربه اول ما بيشوفه، فبيقع منه جهاز الشباك بتاعه وبيحاول يوصل له، ولكن شوكر بيفضل يضرب فيه. وقبل ما يقتله بيلاقي في شبكه اتضربت على السلاح اللي في ايد شوكر، وبيكون ند هو اللي ضربها لانه جري ورا بيتر علشان قلق يكون في مشكله. وساعتها بيقوم بيتر وبيضرب شوكر، وبيبدا في مطارده توم، وبيطلب من صاحبه ند انه يعرف له مكان الموبايل
بتاعه لانه سابه في عربيه توم قبل ما ينزل منها، ويحاول يتصل بهابي وبيقدر بيتر انه يوصل لمكان توم، وبيبقى واقف مستنيه وبيقول له توم انه كان شاكك انه هيجيله فعلا، وانه عمره ما هيفهم اسباب شغله في الاسلحه لانه ملوش حد بيصرف عليه وعايزه يعيش باحسن شكل. وبيقول له كل الكلام ده لانه كان محتاج وقت علشان يخلي آلته الجديده تطير. وفجاه الآلة بتاعه توم بتظهر وبتهاجم سبايدر مان وبتحاول انها تقضي عليه، ولكنه بيتفاداها لحد ما الآلة بتدمر كل العواميد اللي حواليه وبيقع المبنى على سبايدر مان. وبيتحرك توم وآلته على مبنى الافنجرز علشان يسرق كل اللي فيه، وبيكون بيتر محبوس تحت الانقاض وبيحاول انه يقوم لكن الحمل بيكون زياده عليه، فبيفضل ينادي على اي حد يساعده لحد ما بيفتكر كلام ستارك لما قال له انه لو فاكر نفسه ولا حاجه من غير البدله فيبقى ما ينفعش يمتلكها. فبيحاول مره تانية انه يخرج من المكان اللي هو فيه ويثبت فعلا انه حاجه مهمه لحد ما بيقدر انه يرفع الحطام اللي فوقيه، وبيجري ورا توم قبل ما يطير وبيمسك فيه من غير ما يحس، وبيوصل للطياره اللي هتنقل معدات ستارك نفسها وبتكون ماشيه بالطيار الآلي. وبيوصل توم للطياره وبيقدر يدخل بسبب الجهاز اللي معاه، وساعتها بيحاول سبايدر مان انه يحرك الآلة من مكانها علشان يخلي الهواء يدخل جوه الطياره ويعرف هابي ان في حاجه غلط بتحصل. لكن توم بيشوف في كاميرا الطياره الخارجيه ان سبايدر مان بيحاول يحرك الآلة من مكانها علشان يخلي الهواء يدخل جوه الطياره، فبيخرج وبيلبس آلته علشان يقتل بيتر، وبيفضل بيتر يدمر في الطياره من بره علشان يضربه، وبيكون السبب في تدمير محركات الطياره وهبوطها على المدينه لحد ما بيقدر بيتر انه يخليها تتدمر على شط البحر وما تصيبش اي مباني او اماكن حيويه في المدينه. وبيكون توم اجنحته اتدمرت بسبب التدمير اللي حصل، لكنه بيصر انه يقتل سبايدر مان ويخلص عليه لانه السبب في كل حاجه حصلت له. وقبل ما يقضي عليه بيلاقي الصندوق اللي عايز يسرقه، فبيسيبه وبيروح ناحيه الصندوق وبيقرر انه ياخده ويهرب، لكن بيتر بيشوف ان اجنحته هتنفجر خلاص وتوم مش واخد باله لانه مسحول في الصندوق، وبيحاول يحذره لحد ما اجنحته فعلا بتنفجر، وبيجري بيتر عليه وبينقذه من الموت بعد ما آلته اتفجرت فيه. وبيرتب بيتر الصناديق بتاعه الطياره وبيحوطها بالشباك بتاعته، وبيربط توم فيها وبيكتب رساله لهابي انه قبض على الرجل المجنح واسف على تدمير طيارته. وبيكون بيتر مبسوط انه نجح، وبيروح بيتر تاني يوم للمدرسه بتاعته بعد ما الحفله انتهت، وبيلاقي ان ليز هتنتقل من المدرسه خلاص بعد اللي عمله والدها، وانه اتقبض عليه ومش عاوزها تكون موجوده في المدينه اثناء محاكمته. وبيجيله رساله على الموبايل انه يروح الحمام، وبيلاقي هابي مستنيه علشان يتاسف له على كل اللي عمله معاه، وبيقول له ان ستارك عاوز يقابله في مقر الافنجرز الجديد، وبيتحركوا سوا على ستارك، وبيقول له ستارك انه كان محتاج دفعه علشان يكتشف نفسه وقوته الحقيقيه بعيد عن البدله وامكانياتها، وانه دلوقتي بقى مستعد يبقى عضو رئيسي في فرقه الافنجرز، وان في اكتر من 50 صحفي مستنينه ورا الباب علشان يعملوا معاه سبق صحفي بخصوص اللي عمله. بس بيتر بيشكره وبيقول له انه مكتفي يبقى سبايدر مان الغلبان اللي بيحارب الجريمه في الحي بتاعه، وبيكون بيتر بيعمل كده لان فاكر ان ده اختبار من ستارك وان مفيش اي صحفيين ورا الباب. وبعد ما بيمشي بيظهر ان كان في صحفيين فعلا عايزين يعملوا معاه لقاء، وبيطلع ستارك يقول لهم اي حاجه غير ان سبايدر مان اعتذر عن اللقاء. وبيرجع سبايدر مان بيته وبيلاقي ان ستارك سايب له البدله بتاعته في السرير، واول ما بيلبسها بيلاقي عمته واقفه وراه وهي بتصرخ لانها عرفت ان هو سبايدر مان. ويلا بينا نبدا الجزء الثاني. بيبدا الفيلم وبنشوف بيتر باركر وهو في المدرسه وقاعد مع صاحبه نيد، وبيكونوا بيحاولوا يخططوا بطريقه يصارح بيها بيتر ام جي لانه بيحبها، فبيقرر في النهايه انه يعترف لها بحبه وهم رايحين رحلتهم لاوروبا. بعد كده بيروح بيتر مع عمته لحفله خيريه، بس بيحضر الحفله كسبايدر مان، وده لان سبايدر مان ليه معجبين كتير جدا، وبكده في ناس كتير هتتبرع علشانه، وبتكون الجمعيه بتجمع الفلوس بهدف مساعده الناس اللي اتشردوا في العالم كله. وبعد شويه بيجي هاب الحفله علشان يتبرع بنص مليون دولار، وطبعا دي كلها فلوس من شركه ستارك اللي كان صاحبها توني ستارك المتوفي دلوقتي. وبعد ما بتاخد منه ماي الشيك بتسيبه مع بيتر علشان يقول لبيتر ان نيك فيوري عايز يكلمه لكنه مش بيرد عليه، فبيحاول بيتر يهرب منه وبيقول له انا هكلمه، وبيسيبه وبيمشي. وبيكون بيتر مقرر فعلا انه هيكلمه، ولكن بعد ما يرجع من رحلته في اوروبا. بعد كده بيلبس بيتر ماسك سبايدر مان وبيرجع الحفله مره تانية، لكن بيقابل عدد كبير من الصحفيين اللي كانوا حاضرين الحفله، وبيفضلوا يسالوه هيعمل ايه ومين هيكون خليفه توني ستارك الجديد واسئله كتير من النوعيه دي، وده كله بيوتر سبايدر مان طبعا، فبيسيبهم وبيمشي. وبيكون متضايق
متضايق جدا بسبب المسؤوليه الكبيره اللي شالها بعد موت توني ستارك. بعد كده بيرجع البيت علشان يجهز نفسه للرحله بتاعه اوروبا، وبتجيله عمته وبتقول له ياخد بدله سبايدر مان معاه علشان لو حصلت اي حاجه، لكن بيتر بيرفض لانه بيكون عاوز يقضي فتره حلوه ويتبسط بعيد عن الحروب والابطال الخارقين. وبعد كده بيركب الطياره وبيكون في الطياره بيتر وند وام جي وكل زمايلهم تقريبا، وبيكون بيتر عايز يقعد جنب ام جي علشان يتكلم معاها، فبيقوم ند علشان هو يقعد مكانه لكن بيفشل، وبيقعد بيتر في الاخر جنب مدرس من المدرسين بتوعه، وبتقعد ام جي جنب واحد زميلهم اسمه براد. اما ند فبيقعد جنب بيتي اللي كان معجب بيها. وبعد رحله طويله بيوصلوا لاول بلد المفروض ان هم يزوروها وهي ايطاليا، وفي تفتيش المطار بيتر بيتفاجئ ان عمته ماي برضه حطت له البدله بتاعت سبايدر مان وسط الهدوم وهو مش واخد باله. بعد كده بيروحوا على فندق علشان يقعدوا فيه، وبيروح بيتر يشتري سلسله الام جي على شكل زهره لان هي بتكون بتحب الزهره دي جدا. بعد كده بيروح يتكلم مع ام جي لكن مش بيقول لها اي حاجه ولا بيلحق اصلا لانه بيحس بخطر قريب منه، وبيفضل يبص على مكان مجرى الميه لانه بيحس ان الخطر جاي من هناك. وفجاه وبدون مقدمات بتتحول الميه دي لوحش ضخم جدا وبيفضل يكسر في اي حاجه تقابله في سكته. اما بيتر بتكون عنده مشكله تانية اكبر من كده، وهي انه سايب البدله بتاعته في الفندق، وبكده مش هيقدر يعمل اي حاجه لان زمايله موجودين وهيعرفوا وقتها انه لو عمل اي حاجه ان هو سبايدر مان. فبيفضل يحاول يهرب من الوحش وخلاص من غير ما يعمل له اي حاجه. ووسط ده كله بيجي شخص طاير ووشه مش بيكون باين وبيفضل يضرب في الوحش وبيحاول انه يسيطر عليه. اما بيتر فبيلبس ماسك كده مضحك زي بتاع الحفلات بتاعه التنكر، وبيقول للبطل اللي بيضرب وحش الميه ده انا ممكن اساعدك، وبيطلب منه البطل انه يحاول يبعد الوحش عن قنوات الميه علشان ما تزيدش قوته. وفعلا بيساعده بيتر والموضوع بيعدي على خير ومحدش بيتاذي والدنيا بتستقر. وبعد الحادثه دي محدش بيكون عارف مين البطل اللي قدر يهزم وحش الميه، والناس كلها بتحاول تدور وتعرف مين ده. ففي الاخبار بيسموه الرجل الغامض او ميستيريو، ودي كلمه معناها الغامض ولكن بالايطالي لان الحادثه حصلت في ايطاليا. المهم بيبداوا بيتر وزمايله يجهزوا نفسهم علشان يسافروا باريس، وبيقرر بيتر انه هيدي السلسله لام جي في باريس. ولما بيروحوا الاوضه هو وند في مخدر بيضرب ند، وساعتها بيتر بيلاقي نيك فيوري في وشه، ونيك مش بيسيب فرصه لبيتر يتفاجئ وبيخش في الموضوع على طول، وبيقول له انا جاي لك لان في احداث غريبه بتحصل اليومين دول في العالم كله، وانا واثق ان اكيد في وراها سر، اصل ما ينفعش يبقى في وحش من الميه. وبيعرفوا كمان ان في اعصار حصل في المكسيك، وبرضه كان مش اعصار عادي لانه كان وحش من الرمله، وبسبب الوحش ده في قريه كامله في المكسيك اتدمرت. وبيقول له كمان ان كل الشهود قالوا برضه ان الاعصار ده كان بشكل وحش وليه وش، وطبعا دي اكيد كلها حاجات غريبه ومش طبيعيه. وبعد ما خلص نيك الاخبار الوحشه اللي جاي يقولها لبيتر بيطلب منه يلبس بدلته بسرعه ويجي معاه، هو ده اللي بيحصل فعلا، وبيبداوا يتحركوا سوا علشان يروحوا مكان سري تبع نيك فيوري. وهم في الطريق بيدي نيك بيتر نضاره توني ستارك اللي كان موصي ان بيتر ياخدها، وفعلا بياخدها منه بيتر. وبعد كده بيوصلوا للمكان السري بتاع نيك فيوري، وهناك بيتفاجئ بيتر بميستيريو وبيعرف انه انسان عادي جدا زينا ولكن من عالم موازي، واسمه كمان بالمناسبه مستر بيك. فبيفهم بيك بيتر وبيقول له اللي حصل كله، وبيقول له كمان ان في العالم الموازي بتاعه هجم عليهم هناك وحوش كتيره جدا اتكونت من العناصر الطبيعيه الاربعه، الميه والارض والنار والهواء، وانهم دمروا العالم بتاعه وقتلوا كل اهله. بعد كده هربوا وجم على الارض علشان يدمروا العالم كله، وبيك جه وراهم علشان يلحقهم قبل ما يدمروا عالم تاني. وبيقول له بيك ان هو دلوقتي قدر يهزم 3 وحوش منهم، وهم وحش التراب والميه والهواء، ومش باقي بس غير النار، ويعتبر ده اقوى واحد فيهم لانه بيستمد قوته من الحديد، وكل ما بيستحوذ على حديد اكتر بتزيد قوته اكتر واكتر، وصعب جدا ان هو يواجهه لوحده. وبيقول له كمان ان الاقمار الصناعيه حددت مكان وحش النار وهو موجود في مكان اسمه براج، لكن دي بتكون مشكله بالنسبه لبيتر لانه بيتر عايز يكمل رحلته ويروح باريس علشان يعترف لام جي هناك بحبه. فبيقرر انه ينسحب من المهمه وبيعتذر منهم وبيسيبهم وبيمشي على طول من غير ما يستنى حتى منهم كلمه. والغريب ان نيك فيوري مش بيعترض هو كمان نهائيا، وكمان بيبعت معاه واحد من فريقه اسمه ديمتري علشان يوصلوا الفندق بتاعه. وفعلا بيرجع بيتر على الفندق، وتاني يوم بيكونوا متجهزين نفسهم علشان يروحوا باريس، لكن المدرس اللي معاهم بيقول لهم ان الشركه السياحيه اللي طالعين معاها الرحله غيرت برنامج الرحله بالكامل وانهم دلوقتي هيروحوا على براك مش باريس. فبيفهم بيتر ان طبعا نيك فيوري هو اللي عمل كده علشان يكون جنبه في براج ويساعده. والمفاجاه ان كمان الباص اللي بيوصل عشان ينقلهم بيكون السواق بتاعه هو ديمتري. فبيركب بيتر معاهم هو مغلوب على امره ومش عارف يعمل ايه، وهو قاعد بقى بيقرر يجرب النضاره بتاعه توني ستارك. فبيكتشف ان هي مش نضاره عاديه ولكن هي بتقدر تخترق اي نظام حمايه تابع لتوني ستارك، وليها حق الوصول لكل البرامج بتاعه شركه ستارك وانظمه حمايتها كمان. يعني باختصار كده
تقدر تهكر اي جهاز متصل بحاجه ليها علاقه بتوني ستارك. المهم بيوصل بيتر مع زمايله للنمسا علشان يريحوا هناك ويكملوا مشوارهم لبراغ. وفي النمسا بيجي ديمتري وبيدي لبيتر بدله جديده غير بدله سبايدر مان، وبيكونوا مجهزينها له علشان لو حصلت اي حاجه يكون لابسها تحت الهدوم واصحابه ما يشكوش ان هو سبايدر مان. فبيبدا بيتر ان هو يقيس البدله، ولكن فجاه بيدخل عليه براد صاحبه وهو عريان وافتكر ان هو بيخون ام جي. فبيحاول بيتر يشرح له لكن براد مش بيهتم وبيصوره وبيقول له ان هيبعت الصور دي لام جي. لكن بيتر بيقرر انه يتصرف وفعلا بيلبس نظاره توني ستارك وبيقدر يخترق تليفونه. ولما النظاره بتساله وهو ده الهدف بيقول لها فبتبعت طياره من القمر الصناعي علشان تقتله. فبيتصدم بيتر من رد فعلها وبيقول له الركاب بصوا معزه بتطير، ولما بيبصوا بيطلع بسرعه وبيفجر الطياره. وبعدها بيقول للنضاره يخرب بيت اهلك انا بس عايز امسح صوره صغيره، وفعلا بتمسح الصوره. وبعد ما بيخلصوا قعدتهم في النمسا بيكملوا مشوارهم واخيرا بيوصلوا لبراغ. واول ما بيوصلوا لبراغ بيتصل نيك فيوري على بيتر عشان يقول له على كل المستجدات. بعد كده بيروح بيتر على مكان سري بتاع نيك فيوري وبيقابل هناك ميستيريو وبيبداوا يحطوا خطتهم اللي هيهزموا بيها وحش النار. وبتكون اهم جزئيه في الخطه انهم لازم يبعدوا الوحش عن اي مكان فيه نار او حتى فيه معدن، وده باختصار لانه لو قرب من المعدن او النار حجمه هيزيد، ولو حجمه زاد عن اللزوم هيمتص طاقه كبيره جدا من لب الارض، ولو ده حصل يبقى عليه العوض ومنه العوض محدش هيقدر يوقفه. ولما بيجي اليوم اللي متفقين عليه ان هم ينفذوا العمليه بيصر بيتر انه يودي اصحابه الاوبرا علشان يكون مطمن عليهم بعيد عن اي خطر. وفعلا بيروحوا كلهم هناك وام جي بتطلب من بيتر انه يقعد جنبها وبيوافق وبيفرح، بس اول ما بتقعد هي بيمشي بيتر. لكن اول ما بيمشي بتقول بيتي لند انها مش عايزه تقعد في الاوبرا وعايزه تروح الكرنفال، ورغم ان ند عارف ان صاحبه بيتر هيعمل عمليه خطيره في الكرنفال ولكن مش بيقدر يرفض لها طلب. وبيروحوا على الكرنفال فعلا، وكمان ام جي بتكون في الكرنفال وبتفضل تدور على بيتر لكن مش بتلاقيه. ووسط كل ده بيظهر وحش ضخم جدا من النار وبيكون بيتر وميستيريو بيتواصلوا مع بعض علشان يوقفوه، وفعلا بيفضلوا بيتر وميستيريو يحاولوا يوقفوه ولكن بيفشلوا، وند وبيتي بيندهوا على بيتر عشان ينقذهم. واول ما بيرمي الشبكه بتخبط في حاجه مخفيه وبتطير عند ام جي اللي بتكون مستخبيه، بس بيتر ما بيهتمش من الحاجه دي وبينقذهم. والوحش عمال حجمه يكبر اكتر واكتر لانه بيلمس معدن كتير جدا لحد ما بيقرر ميستيريو يخترق الوحش ويدمره، وفعلا بيجمع كل قوته وبيطير وبيخترق الوحش وبيقدر يهزمه بكل سهوله. وكده بتكون المهمه نجحت. وبيجي نيك فيوري وبيروح لبيتر وبيقول له ان ده مش اخر خطر هيهدد الكوكب، وانه بيجمع فريق جديد زي الافنجرز عشان يحمي الارض، وانه ضم ميستيريو للفريق. وبيطلب من بيتر انه ينضم للفريق هو كمان زي ما كان عضو في الافنجرز، لكن بيتر مش بيديله كلمه اكيده لان هو نفسه بيكون متردد جدا لانه محتار بسبب انه نفسه يعيش كمراهق عادي وفي نفس الوقت لازم يحمي الكوكب، فمش بيكون عارف يعمل ايه. فبيجيله ميستيريو وبياخده يقعدوا في مكان يتكلموا مع بعض، وهما بيتكلموا وبيرتاح له بيتر اكتر وبيحس انه شخص كويس، فبيقرر يوري له نضاره توني ستارك وبيقول له خد جربها كده. وفعلا بيجربها ميستيريو، وفي اللحظه دي بيقول له بيتر انه نقل له ملكيه النضاره وانها بقت بتاعته لانه يستحقها اكتر منه، وانه حاسس ان توني ستارك مديها له علشان يديها للشخص المناسب مش ياخدها هو. فبيتاثر جدا ميستيريو بكلام بيتر وبعدها بيسلموا على بعض، وبيمشي بيتر من المكان وبيكون فاكر ان هو عمل حاجه صح جدا. واول ما بيمشي بيتر من المكان كله بيتغير وبيطلع ان المكان ده كان مجرد خدعه. فبيضحك ميستيريو وبيقول لكل الموجودين مش قلت لكم هقدر اخد منه النضاره بكل سهوله. وبنعرف ان كل اللي كان بيحصل ده ما كانش الا خدعه من ميستيريو ومفيش عالم موازي ولا وحوش ولا اي حاجه. وبنعرف كمان ان ميستيريو وكل اللي قاعدين هنا دول بيساعدوه هم كانوا موظفين عند توني ستارك، وتوني طردهم زمان وكان هدفهم بس انهم ياخدوا نضارته علشان يقدروا يوصلوا لانظمه ستارك كلها وياخدوها ليهم. وكمان بنعرف ان الوحوش دي هي مجرد اجهزه درون بتعرض الكلام كله كصوره مش اكتر. فبيجي ميستيريو وبيقفل الصوره وبيبان انه هزم الوحوش علشان يكون بطل في نظر الناس لان الناس بتصدق اي حاجه بتشوفها بعينيها. وعلى الناحيه التانيه بيوصل بيتر الفندق وهو لسه مصدق انه عمل حاجه صح، وبيقابل ند اللي بيقول له خلاص الرحله خلصت وهيرجعوا بيوتهم تاني، وده لان الاهالي بعد الاحداث اللي حصلت قلقوا على اولادهم وقرروا يرجعوا. وبيكون بيتر مضطر انه يعترف لام جي بحبه دلوقتي لان مفيش وقت تاني هيشوفها فيه، وفعلا بيروح لها لكنه مش بيلحق يقول لها اي حاجه لانها بتفاجئه لما بتقول له انا عرفت انك سبايدر مان. فبيتلخبط بيتر جدا وبيحاول يكدبها وبيقول لها انا مش سبايدر مان، لكن هي بتكون مصره على كلامها وواثقه جدا. وعلشان تثبت له بتطلع جهاز غريب وبتقول له الجهاز ده عليه شبكه سبايدر مان، ولما سبايدر مان كان في المعركه لحظتها انت اختفيت فده معناه انك سبايدر مان. فبياخد منها بيتر الجهاز علشان يشوف ايه ده، فبيكتشف انه
جهاز بيعرض هولوجرام، وبيشوف قدامه وحش من الوحوش الاربعه، وبيكون ميستيريو بيحاربه وبيهزمه، وبيكون الجهاز يقدر يعرض اي حاجه علشان توهمك ان في حاجه حقيقيه قدامك، لكن في الحقيقه هي مجرد صوره من الهولوجرام وبس. فبيربط هنا بيتر الاحداث ببعض، وبيفهم ان ميستيريو كان بيخدعهم وطول الوقت ده علشان بس ياخد النضاره. وهنا بيعترف لام جي انه فعلا سبايدر مان، وبيقول لها لازم نلاقي حل لانه واضح اني اتنصب عليا. وعلى الناحيه التانيه بيكون ميستيريو بيتدرب وبيحاول يعمل عرض تاني من عروضه علشان يجي في الاخر ينقذ كل حاجه والناس تعتبره البطل كالعاده. بس وهو شغال بيكتشف ان في جهاز من اجهزه الهولوجرام بتاعته ناقصه، وبيعرف عن طريق التتبع اللي في الجهاز ان الجهاز مع بيتر باركر، فبيبدا يجهز نفسه علشان يقتل سبايدر مان نهائيا قبل ما يقول لنيك فيوري حاجه. وعلى الناحيه التانيه بيكون بيتر بيحاول يروح لنيك فيوري، لكن بيظهر له ميستيريو وبيفضل يوهمه حاجات غريبه، وبيعرض له اسوأ كوابيسه قدامه، ومنها ان ايرون مان رجع من الموت وقال له انت خيبت ظني فيك. وبرضه من ضمن الكوابيس انه بيشوف العالم وهو بيتدمر ومش قادر يعمل له حاجه. ووسط كل ده بيجي له نيك فيوري وبيقتل ميستيريو، وبيروح لبيتر وبيقول له انت بلغت مين باللي عرفته؟ فبيقول له بيتر بلغت نيد وام جي بس. فبيقول له نيك تمام جدا. وفجاه بيتحول نيك فيوري لميستيريو، وبنكتشف ان نيك ما جاش ولا حاجه، ولكن دي كانت خدعه من ميستيريو علشان يعرف مين عارف حقيقته ويخلص عليه. بعدها بياخد بيتر وبيرميه تحت القطر، لكن بيتر بيلحق نفسه ومش بيموت. ولما بيفوق في القطر بيلاقي نفسه وصل هولندا، وهو في هولندا بيكلم هابي على طول وبيطلب منه يجي ياخده. وفعلا بيجي له هابي وبيعرفه بيتر بكل حاجه حصلت معاه، فبيساعده هابي وكمان بيصمم له بدله جديده علشان يقدر يخلص بيها على ميستيريو. ولما بيشوفوا هابي وهو شغال مع الاجهزه بيشوف قدامه توني ستارك، وبيعرف ان بيتر هو اللي هيكون خليفه توني ستارك. اما بقى ميستيريو بيكون مقرر يروح يعمل عرض جديد في لندن، ولندن بالتحديد لان فيها اصحاب بيتر اللي عارفين حقيقته، وفي وسط العرض بتاعه هيخلص على اصحاب بيتر، وساعتها الناس هيفتكروا ان الوحش هو اللي موتهم، وبعدها يجي هو وينقذ الوضع كالعاده علشان نيك فيوري يثق فيه اكتر. لكن لسوء حظه بيكون هابي بيبلغ نيك برساله مشفره على حقيقه ميستيريو، ولكن نيك بيقرر يكمل تمثيل على ميستيريو علشان يحسسه ان لسه مصدقه عادي وكانه لسه معرفش حاجه عن حقيقته. وكمان بيجي هابي ومعاه سبايدر مان، وبيكون سبايدر مان فهم اكتر عن خدع ميستيريو، فبيقرر انه يخترق الوحش ويدمره لانه كده مش هيقدر يأذيه لانه مجرد هولوجرام. اما هابي فبيروح يلحق صحاب بيتر، وبيتر بيعرف يخترق الوحش وبيدمر كل الاجهزه اللي جواه اللي بتعرض الصوره، وساعتها بيقدر يدمر الوحش بكل سهوله وبتنجح خطته. وبيحاول ميستيريو كتير يصطاده ويقتله لكنه بيفشل، فبيروح سبايدر مان لميستيريو علشان ياخد منه النضاره، لكن ميستيريو ما بيزهقش وبيفضل يحاول يخدعه، لكن بيكون بيتر فهم خلاص ومش بيقدر يتخدع، فبيوصل له وبياخد منه النضاره. لكن ده ما بيكونش ميستيريو الحقيقي، لان ميستيريو الحقيقي بيظهر جنب بيتر وبيرفع عليه السلاح، لكن بيتر بيكون متوقع كده وبيقدر يهزمه، وميستيريو بياخد انفاسه الاخيره خلاص وبعدها بيموت. بعد كده بيروح بيتر لام جي وبيديها السلسله وبيعترف لها بحبه، وبياخدها وبيفضل يطير بيها في المدينه. ولكن الاوضاع مش بتهدى على كده، لان هو وسط الاحتفالات دي كلها بيشوف الاخبار واللي بتكون معروضه على شاشه كبيره جدا في وسط المدينه، وبيظهر فيديو الميستيريو وكان مصوره قبل ما يموت، وبيقول في الفيديو انا اسمي بيك وسبايدر مان هاجمني وقتلني من غير سبب، وانا طالع من القبر اقول لكم ان سبايدر مان هو شخص اسمه بيتر باركر. وبتكون دي اول مره الناس تعرف فيها ان بيتر باركر هو سبايدر مان، ومش عارفين هيتعاملوا ازاي مع الوضع ده لان الناس عرفته ولكن كقاتل مش كبطل. واخر حاجه بنشوفها وهي ان نيك فيوري ما كانش على الارض اصلا، ولكن كان باعت كائن فضائي مكانه يسلم بيتر النضاره بتاعه توني وكمان يتابع الاوضاع من هناك. ونيك فيوري بنفسه كان على سفينته بيصيف. ويلا بينا بقى نبدا في الجزء الثالث. بيبدا الفيلم في اللحظه اللي بيعلن فيها المذيع جيمس ان بيتر باركر يبقى سبايدر مان، وبيبقى خلاص كل الناس عرفت ان سبايدر مان يبقى بيتر باركر الطالب الصغير في السن. وبيروح بيتر عشان يلحق حبيبته ماري جي من سكان مدينه نيويورك اللي بيكونوا محوطينها بسبب انهم عارفين انها حبيبه بيتر اللي هو سبايدر مان، وبيبقوا كمان مفكرين ان سبايدر مان دمر كوبري لندن لما كان بيحارب شخصيه ميستيريو. وبيشيل بيتر ماري وبيهرب من الناس، لكن بيلاقوا نفسهم محاصرين بين طيارات الاخبار، فبينزلوا لسكه مترو الانفاق لحد ما بيقدروا اخيرا انهم يهربوا وبيرجعوا لبيت بيتر اللي بيكون عايش فيه مع عمته ماي واللي لسه منفصله عن حبيبها هابي. وبيشوف ماي وهابي خبر بيتر على التلفزيون، ولما بيحاول بيتر انه يصلح العلاقه ما بينهم بيلاحظوا ان طيارات الاخبار محاوطه البيت، وبيكون سبايدر مان ما عندوش اي حل تاني غير انه يستجيب لاوامر الحكومه ويسلم نفسه. وبيروح بيتر وماري وصاحبهم ند لاسم الشرطه، وبيتم استجوابهم بسبب انهم اصدقاء سبايدر مان اللي متورط في اعمال تخريب وخراب في المدينه. وبيدافع الاتنين عن بيتر واللي بيقدر انه يلاقي محامي شاطر عشان يشيل عنه التهمات، واللي بيكون راجل اعمى واسمه مات. لكننا كلنا بنبقى عارفين انه يبقى بطل خارق معروف باسم ديرديفل،
واللي بيبقى بطل مسلسل لوحده، ولو عايزينه اطلبوه في الكومنتات. وكمان بالرغم من ان بيتر بيحاول يرجع لحياته الطبيعيه الا ان الناس بتفضل دايما تطارده وما بيسيبوهوش في حاله. منهم فئه معتبرين سبايدر مان بطل، والفئه التانيه معتبرينه مجرم شرير. وبيحاول بيتر انه يتاقلم مع الوضع وبيتكلم مع اصحابه عشان يركزوا في موضوع طلب الالتحاق الجامعي، ولكن بسبب اللي حصل لبيتر بيعاني اصحابه بسببه وبيترفضوا من كل الجامعات، خصوصا جامعه MIT اللي كانوا دايما بيحلموا يدخلوها. فبيحس بيتر ان هو المسؤول عن تدمير مستقبل اصحابه اللي مالهمش ذنب. فبيزور دكتور سترينج زميله في فريق الافنجرز او المنتقمون علشان يساله لو ينفع يرجعوا بالزمن وما يخلوش الناس تعرف ان بيتر هو سبايدر مان. لكن سترينج بيبقى مؤمن انهم لو تلاعبوا بالخط الزمني ده هينتج عنه مخاطر كبيره وممكن توصل لكوارث كونيه زي ما حصل مع الافنجرز وهما بيحاربوا ثانوس علشان ينقذوا العالم. وده فيلم تاني برضه لو عايزينه اطلبوه في الكومنتات. وبتيجي فكره لسترينج انه يعمل سحر علشان يصلح الامور بطريقه تانيه، وبيبقى مساعده هونج رافض الفكره وبيحذر سترينج من الفكره وعواقبها واللي ممكن تكون كوارث في الخط الزمني. بس سترينج بيكون مطمن وعارف هو بيعمل ايه، فبيتجاهل مساعده وبياخد بيتر معاه الاوضه تحت الارض وبيبدا يعمل طقوس السحر علشان كل الناس تنسى ان بيتر هو سبايدر مان. لكن في منتصف الطقوس بيعمل بيتر تغيرات في الخطه بسبب انه عايز ماري وند وهابي وعمته يكونوا عارفين السر، وبسبب ده ما بتمشيش الطقوس على خير وبتعمل فجوه زمنيه خطيره. لكن سترينج بيقدر يسيطر على الوضع في اخر لحظه، ولكنه بيكون فاكر كده بس بتبقى حصلت حاجات كبيره جدا هو مش عارف ايه عواقبها. وبيفتكر بيتر انه ما اتكلمش مع مديره جامعه MIT بخصوص انها تسمح لند وماري انهم يدخلوا الجامعه. وفي نص الكلام بيزعق له سترينج على تهوره وبيتصل بيتر على زميله فلاش واللي بيقول على نفسه انه صديق سبايدر مان المقرب بالعافيه كده، مع ان بيتر يعني مش صاحبه. وبيساعد بيتر بالاتصال بمديره جامعه MIT وبيقول له انها في طريقها للمطار، وبيروح لها بيتر وهي في عربيتها وسط الزحمه وبيتكلم معاها، ولكن حسته العنكبوتيه عنده بتشتغل وبيحس بخطر. ومره واحده بتظهر أزرق حديديه ضخمه من تحت الارض وبيهرب الناس من عربياتهم وهم على الكوبري. وفي لحظه واحده بيظهر اوتو المعروف بدكتور اوكتافيوس واللي كان في فيلم سبايدر مان القديم مع بطل تاني، واللي لو عايزينه هو كمان اطلبوه في الكومنتات. وبيشوف اوتو بيتر وهو لابس بدله سبايدر مان وبيحاول يهاجمه، وبيحاول بيتر انه ينقذ الموظفه لكن اوتو بيقبض عليه، وبتكون عربيه المدير على حافه الكوبري وبتقع، لكن بيتر بيقدر انه يلحق العربيه قبل ما تقع على الارض في اخر لحظه بيخيطوا العنكبوتيه وبيكتفوا اوتو تحت الكوبري، وبيقطع جزء من بدله سبايدر مان اللي مصنوع بتقنيه النانو تك واللي بتقدر انها تسيطر على اذرع اوتو الحديديه. وبيلوم اوتو بيتر على انه افسد عليه مخططاته وتجاربه، لكنه بيلاحظ ان بيتر اللي لابس بدله سبايدر مان مش هو بيتر اللي بيدور عليه، ومع ذلك بيقدر بيتر انه يتحكم في اذرع اوتو الحديديه بفضل تقنيه النانو تك، وبيقدر ينقذ المديره بيهم. وبتعترف المديره ان بيتر شجاع وبطل حقيقي، وبتقول له انها تتكلم مع الاداره بخصوص ضمه هو وند وماري للجامعه. وفجاه بتظهر كره حديديه على شكل بطيخه قرع على الكوبري وبتنفجر، وبيظهر نورمان اوسبورن واللي معروف بجوبلين واللي برضه كان في فيلم سبايدر مان القديم، بس ده بقى انا ملخصه وهسيب لك اللينك في اول كومنت. وبيكون نورمان راكب على جهاز الطاير وبيقدر اوتو انه يتعرف عليه. وفجأة بيدخل بيتر في بوابة من صنع سترينج واللي بيوري بيتر انه صانع سجون خاصة في بيته علشان يحبس فيهم الناس اللي زي اوتو. وبيكون الدكتور كيرت والمعروف بليزرد محبوس في سجن منهم. وبيقول سترينج ان بسبب اللي بيتر عمله وقت الطقوس الاشرار اللي من ابعاد زمنية مختلفة واللي عارفين ان بيتر هو سبايدر مان دخلوا للعالم اللي بيتر ده عايش فيه. وبيدي سترينج جوانتي سحر لبيتر عشان يستخدمه في القبض على الاشرار اللي من ابعاد زمنية مختلفة. وبيستعين بيتر بماري وند وبيسمح لهم سترينج انهم يستخدموا بدرون بيته وهم بيحاولوا يعرفوا اماكن الاشرار. وبيقول لهم اوتو انهم مستحيل يقدروا يعرفوا مكان نورمان لانه مات من سنين قبل ما يتحول اوتو لشخصيه دكتور اوكتافيوس الشريره. وبيتحرك بيتر بالليل وبيروح لمكان مظلم فيه ابراج كهربائيه ضخمه، وهناك بيشوف ماكس والمعروف بشخصيه الكترو واللي كان في الاصدار الثاني من فيلم اميزنج سبايدر مان واللي لو عايزينه ما تطلبوهوش عشان مش هلخصه. وبيبقى الكترو بيمتص الطاقه من الابراج، ولما بيحاول بيتر يتكلم معاه بيستخدم ماكس قوته وبيهاجم بيتر، بس فجأة بيظهر شخصية ماركو والمعروف بشخصية ساند مان واللي كان في فيلم سبايدر مان القديم اللي انا ملخصه برضه واللينك في الكومنتات، واللي بيبقى عارف ان بيتر ساعده زمان فبيردله الجميل، بس بيتر بيحاول يشرح له انه مش بيتر اللي ماركو عارفه. وبيستخدم بيتر خيوطه وبيفصل اسلاك الكهرباء عن الابراج علشان يهزم ماكس، وبيتحول ماكس وبيرجع لشكله الطبيعي بعد لما الطاقة اللي في جسمه خلصت. وبيستخدم بيتر الجوانتي
السحري وبيحبس ماكس وماركو في السجن اللي في بيت سترينج، وبيخرج نورمان من سيطرة جوبلين الشرير عليه وبيدمر القناع اللي كان لابسه وبيروح لمكان شغل ماي، واللي بتتصل على بيتر وبتقول له ان نورمان عندها، وبيشوفوا بيتر وهو قاعد مع ماي وبيقول له ان هو مش في مكانه وبيتكلم عن ابنه وهو حزين، وبيصعب على ماي وبتطلب من بيتر انه يساعده، وبيفضل المذيع جيمس يعمل تقارير عن سبايدر مان على البرنامج التلفزيوني بتاعه، وبيعرف من مساعدينه الاماكن اللي بيتر متواجد فيهم علشان يقبض على بيتر ويعمل معاه لقاء. وبيروح بيتر مع نورمان لبدرون بيت سترينج، وهناك بيشوف نورمان اوتو وبيقدر يتعرف عليه، وبيستغرب ماركو لان اوتو ونورمان ماتوا في العالم بتاعه، وبيقدر ليزارد انه يتعرف على ماكس وبيفتكر ماكس ليزارد بسبب اعماله الشريره وبسبب كمان تدميره لمدينه نيويورك اللي في العالم بتاعه لما كان بيحاول يحول الناس لوحوش زيه. وبيظهر دكتور سترينج ومعاه جهاز سحري واسمه ديكاتافاس واللي جواه تعويذه سحريه، والغرض من الجهاز ده هو ارسال الاشرار لعالمهم الخاص بيهم، لكن لما بيعرف بيتر انهم هيموتوا على ايد سبايدر مان اللي في عالمهم بيقول ان اكيد في طريقه تانية ممكن يصلحوا بيها كل حاجه من غير ما حد يموت. ولما دكتور سترينج ما بيقتنعش بكلامه بيسرق بيتر الجهاز منه وبيهرب بيه في الشوارع، وبيتحرك سترينج وراه وبيفصل روح بيتر عن جسمه، بس بيتر بيقدر يسيطر على جسمه وبيتفادى هجمات سترينج، وكمان بيقدر يرجع لجسمه وبيهرب من المكان. فبيستخدم سترينج قوته وبيدخل بيتر في عالم جواه مرايه، وبيحاول بيتر يقنعه انه ممكن يصلح الامور بطريقه مختلفه من غير ما يأذي الاشرار او يموتهم. ولما بيستنتج بيتر ان عالم المرايه عامل زي مجسمات الهندسيه بيقدر يستغل ده لصالحه، وبيربط سترينج بالخيوط بتاعته وبياخد الجهاز وبيخرج من عالم المرايه، وبيسيب سترينج مربوط هناك، وبيعرض بيتر على اصحابه والاشرار خطه بديله واللي هيقدر بيها انه يخلي الاشرار ناس طيبين قبل ما يرجعهم للعالم بتاعهم اللي هيموتوا فيه. وبيسيب الجهاز مع ماري ونيد اللي معاه الجوانت السحري اللي بيقدر يفتح بوابات زمنيه، وبيروح بيتر مع الاشرار لبيت ماي عمته علشان يدور على المعدات المطلوبه لتنفيذ خطته، وبيوريهم بيتر الجهاز اللي صنعه الراجل الحديدي اللي كان معاه في فريق الافنجرز والمعروف باسم ايرون مان، والجهاز بيكون هيساعدهم، لكن ماكس بيبان عليه انه طمعان في قوه الطاقه اللي موجوده في الجهاز، وبمساعده نورمان بيصنع بيتر شريحه الكترونيه لاوتو علشان يقدر بيها انه يسيطر على اذرع اوتو الحديديه بدل ما هي اللي بتسيطر عليه، وبيرجع اوتو تقنيه النانو تك لبدله بيتر، وبيركب بيتر لماكس جهاز على صدره علشان يمتص الطاقه في جسمه وما يتحولش ويبقى الكترو الشرير. وفجاه بتشتغل حاسه العنكبوت عند بيتر وبيحس بخطر، فبيرمي خيوط على نورمان واللي اتحول لشخصيه جوبلين الشريره تاني وعايز يدمر الخطه. وبيقدر جوبلين يقنع ماكس انه يشيل الجهاز من على صدره ويرفض العلاج، والعلاج ده اللي بيكون هيحافظ على بقائه كانسان طبيعي وطيب. وبيتحد ماكس مع ماركو وبيهربوا مع بعض من البيت، وبيخرج ليزارد من سجنه اللي في عربيه النقل وبيرمي جوبلين اوتو من الشباك، ولكنه بيهرب زي ما بيهرب المذيع جيمس مع فريقه، وبيحارب بيتر ضد جوبلين واللي بيمسك بيتر وبيكسر بيه الارض اللي تحتهم. وبتاخد مي العلاج بتاع نورمان واللي ما بيخلوش يتحول لجوبلين وبتهرب بيه، ولما بتشوف جوبلين وهو بيحاول يقتل بيتر اللي في الدور الارضي بتمسك حقنه العلاج وبتغرزها في جسم جوبلين، ولكن العلاج ما بيكونش فعال، وبيستخدم جوبلين جهازه الطائر وبيخليه يخبط في جسم ماي بقوه، وبيهرب جوبلين بعد ما بيستخدم القنابل بتاعته في الوقت اللي الشرطه والاخبار محوطين البيت. وبتقوم ماي من على الارض وبتروح لبيتر واللي بيلوم نفسه على كل اللي حصل، وبيقولوا انه كان المفروض يسمع كلام سترينج، لكن ماي بتقوله انه عمل الصح، وبتفكره انه مسؤوليه الانسان بتبقى اكبر كل ما قوته بتكون اكبر. وبيستعد بيتر علشان يمشي، لكن ماي فجأة بتقع على الارض بسبب اصابتها، وبيفضل بيتر جنبها وبيعيط لما بيعرف انها بتحتضر وتموت. وبتظهر قوات الشرطة وبيحاصروا المبنى وبيضربوا نار على بيتر، واللي بيضطر يسيب عمته ماي الميتة علشان يهرب من الشرطة. وبيوصل هابي بعربيته للمبنى وبيتصدم لما بيشوف جثة حبيبته ماي، وبتقبض الشرطة عليه وبينتشر خبر موت ماي على نشرات الاخبار، وبيلوم جيمس سبايدر مان على موتها، وبيعيط بيتر وهو حاسس بالذنب. وبتحاول ماري وند انهم يستخدموا الجوانتي السحري علشان يعرفوا مكان بيتر، وبيقدر ند انه يستعمل الجوانتي وبيفتح بوابه زمنيه وبيطلع من البوابه دي سبايدر مان، ولكن ند بيكتشف ان بيتر اللي قدامه ومش هو بيتر اللي يعرفه. وبيخرج سبايدر مان من البوابه وبيوصل لبيت جدة ند، وبيبقى اسمه بيتر بس من عالم مختلف وهو عالم اميزنج سبايدر مان، واللي كان الممثل اندرو بيأدي الدور بتاعه، في حين ان ند وماري بيدوروا على
سبايدر مان اللي من العالم بتاعهم واللي ادى دور الممثل توم هولاند. وبيقنع اندرو ماري وند ان هو بيتر باركر. ولما بيحاول ند مره تانية علشان يعرف مكان صاحبه توم، ابن الموكوسه بيفتح بوابه زمنيه تانية وبيخرج منها الممثل توبي واللي ادى دور سبايدر مان او بيتر باركر يعني في اول اصدار للفيلم سنه 2002 اللي انا ملخصه، وبرضه هتلاقيه في اول كومنت. وبكده بقى في 2 سبايدر مان موجودين في نفس المكان غير سبايدر مان الحقيقي بتاع العالم اللي هم فيه. وبيقول توبي انه بيحاول يعرف مكان بيتر اللي في العالم الحالي، وبيكون قصده على توم علشان يساعده. وبسبب ان ند وماري مش عارفين يوصلوا لتوم، بيستنتج توبي واندرو انه توم موجود في مكان بيروح له عشان يفكر في حل مشاكله زي ما هم بيعملوا كده في العالم بتاعهم. وبتستنتج ماري المكان وبتروح له مع ند، وبيلاقوا توم على سطح مبنى وهو بيعيط وبيحضنوه وهم بيعزوه على وفاة عمته ماي. وبيظهر توبي واندرو وبيحاولوا يتكلموا مع توم ولكنه ما بيرضاش يسمع هم عايزين يقولوا ايه بسبب انه متعصب وجواه كراهيه شديده تجاه جوبلين اللي قتل عمته. فبيقول له توبي انه كان زي توم في اليوم من الايام وكان عايز يعرف مكان الراجل اللي قتل عمه بن علشان يقتله. ولما قتله توبي وعمل اللي كان عايزه، اكتشف ان ده ما خلاهوش يرتاح نفسيا. وبيعلق اندرو على كلام توبي وبيقول انه حاسس بالذنب لانه ما قدرش ينقذ حياه جوين اللي بيحبها. ولما بيعرف توم اللي توبي واندرو مروا بيه، بيقرر ان موت عمته مش هيروح على الفاضي وهياخد موقف. وبيروحوا السبايدر مانات او الثلاثه سبايدر يعني المختبر مع ند وماري علشان يصنعوا العلاج للاشرار. وبتتكلم المجموعه مع بعض عن تجاربهم وعن قدرتهم الفريده من نوعها، وبيتصاحبوا على بعض ولا كانهم اخوات. وبيوري لهم توبي انه يقدر ينتج الخيوط من جسمه بشكل طبيعي من غير اجهزه، عكس توم واندرو اللي بيحتاجوا اجهزه بتساعدهم في نشر خيوطهم العنكبوتيه. وبيتكلم توم مع حبيبته وبيقول لها انه خايف ولكنها بتهديه وبتقول له انها هتفضل دايما جنبه. وبيتصل توم على برنامج المذيع جيمس علشان يتواصل مع سكان مدينه نيويورك، وبيقول لهم ان بما انه هو اللي عمل كل الفوضى اللي بتحصل، هو اللي هيتصرف ويصلح اللي بيحصل بنفسه. وبيقدر الثلاثه سبايدر مان انهم يستدرجوا الاشرار لتمثال الحريه اللي شايل درع كابتن امريكا واللي كان عضو برضه في فريق الافنجرز. وبتحرس ماري وند جهاز الديكا دافاس. وبيتكلم الثلاثه سبايدر مان مع بعض وهم مستنيين الاشرار عن تجاربهم السابقه في حياتهم، زي توبي لما كان بيحارب شخصيه نورمان الشريره، وتوم لما كان بيحارب ضد ثانوس، واندرو لما كان بيحارب راينو الشرير. وبيقول الاتنين لتوم انه شخص طيب وقدراته فريده من نوعها، وبيحفزوه علشان يقدر يكمل. وبعد لحظات بيظهر ساند مان مع ليزرد والكترو وبيحاربوا ضد الثلاثه سبايدر مان. وبيحاولوا السبايدر مانات انهم يزرعوا العلاج في جسم الاشرار، بس ده بيكون صعب وبيمر الثلاثه بمخاطر وهم بيتضربوا من الاشرار. فبيقرر الثلاثه انهم يتحدوا مع بعض ضد شرير واحد بدل ما كل واحد فيهم متولي امر واحد من الاشرار لوحده. وبيقدروا انهم يتحدوا ضد ساند مان وبيقدروا يعالجوه بالحقنه وبيرجعوه تاني لماركو طيب، وبيوعدوه انهم هيرجعوه للعالم بتاعه علشان يبقى مع بنته. وبيتحرك ليزرد اتجاه ماري وند، ولما بيشوف البوابه السحريه مفتوحه وبيخاف الاتنين وبيهربوا من خلال البوابه وبيجروا على تمثال الحريه. وبيقدر توم انه يعالج ليزرد ويرجعه لدكتور كيرت، وبيبقى الكترو قوي جدا ومحدش قادر يوقفه، حتى هو شخصيا مش قادر يوقف نفسه. لكن اوتو بيظهر وبيشيل جهاز ايرون مان من على صدر الكترو وبيزرع العلاج مكان الجهاز. وبيرجع الكترو على هيئه ماكس طيب واللي بيكون نادم على كل حاجه عملها، وبيسامحوا اندرو على اللي حصل. بس كده فاضل شرير، ايوه هو ابن المجنونه جوبلين اللي بيظهر في السماء وهو طاير على جهازه وبيهاجم المجموعه بالقنابل. وبيقدر ند انه يخرج سترينج من عالم المرايه عن طريق الجوانت السحري. وبيشوف سترينج بنفسه وثلاثه سبايدر مان هم متحدين وبيحاربوا جوبلين. وجوبلين بيكسر الارضيه اللي ماري واقفه عليها وبيخليها تقع من على ارتفاع عالي جدا لطريقها للموت. وبيحاول حبيبها توم انه ينقذها لكن جوبلين بيمنعه. وبيبص اندرو على ماري وهي بتقع وبيفتكر نفس الموقف اللي حصل لحبيبته جوين، فبينط من مكانه في الهواء بسرعه وبيلحق ماري من الموت على اخر لحظه. وبكده بيحس ان في حمل انزاح من على صدره لما عرف ينقذ حبيبه بيتر من عالم تاني. وبيستخدم توم قنبله من قنابل جوبلين وبيدمر بيها جهازه الطائر. وبيقع الاتنين على درع كابتن امريكا وبيحارب توم ضد جوبلين بكل غل وكراهيه علشان حصل لماي عمته. وبيجيب الجهاز الطائر علشان يقسم جسم جوبلين
جوبلين نصين، لكن توبي بيظهر وبيمنعه في اخر لحظه علشان ما يعملش نفس الغلطه اللي عملها توبي. لكن فجاه بيطعن جوبلين توبي في ظهره وبيضحك ضحكه شريره لتوم، وهو بيغيظه ان ما عرفش ينقذ ماي عمته، فبيمسك توم حقنه العلاج وبيغرزها في جسم جوبلين، وبيختفي جوبلين الشرير من جسم نورمان بالكامل. وبيحس نورمان بالندم على انه اذى توبي واللي هو بيتر باركر من عالم نورمان. وفجاه بتظهر فجوه زمنيه ضخمه في السماء فيها اشرار كتير من عوالم مختلفه، وبيكونوا بيحاولوا يوصلوا للعالم الحالي علشان يدمروا سبايدر مان. وبيقول سترينج انه مش قادر يمنع الاشرار من انهم يعدوا من الفجوه، فبيطلب توم منه يعمل سحر ومش يخلي الناس تنسى ان بيتر بس هو سبايدر مان، لكن كمان ينسوا بيتر كانه ما كانش موجود في حياتهم. وده معناه ان حتى سترينج وماري ونيد وهابي كمان هينسوه وهيتمحي من ذاكرتهم. وللاسف بتبقى دي الطريقه الوحيده لتصليح كل الدمار اللي حصل. وبيحضن توم توبي واندرو وبيعتبروا بعضهم كانهم اخوات، وبيحضن توم ماري ونيد وبيقول لهم على اللي حصل وبيعيطوا لانهم مش هيعرفوه تاني وبيخسروه للابد. واخيرا بيرجع كل واحد للعالم بتاعه، وبيفضل جيمس يتكلم عن سبايدر مان بانتقاديه في البرنامج بتاعه زي ما كان بيعمل على طول، وبيقول ان سبايدر مان لو شجاع حقيقي يعرف الناس هو مين، وده معناه ان كل الناس فعلا نسيت مين هو بيتر باركر. وبيروح بيتر للكافيه اللي ماري شغاله فيه وبيشوفها مع ند واللي بيكونوا لسه اصحاب، وتوافق على طلب التحقهم بجامعه MIT، بس بيكونوا مش عارفين مين هو بيتر صاحبهم من العالم التاني. وبيتكلم توم مع ماري وهو بيستلم منها القهوه وبيبتسم لها وهو عارف انها مش عارفه هو مين، وبيروح يزور قبر ماري اللي ماتت. وهناك بيشوف هابي واللي بيسأل توم هو عارف ماري ازاي، وبيقول له توم عن طريق سبايدر مان. وبيتكلم الاتنين مع بعض عن مي وعن انها ساعدت ناس كتير قوي في حياتها. وبيرجع توم لبيته وبيسمع اللاسلكي بتاع الشرطه عن طريق موبايله، والشرطه بيتواصلوا بيه مع بعض وبيتكلموا عن مواقع المجرمين في وقت ارتكابهم للجرائم. وبيستغل توم ده علشان يؤدي واجباته ويحمي سكان مدينه نيويورك وهو في هيئه سبايدر مان. والجزء الرابع من سبايدر مان هينزل يوم 31/7/2026، وهتكون الاحداث بعد 4 سنين على نهايه الجزء الثالث اللي احنا لسه ملخصينه دلوقتي، وبيكون العالم كله نسي بيتر باركر. فعلشان كده يا صديقي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل الملخص تكون اول واحد تشوفه. وبس، صلى على النبي والسلام.